السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. قبل ما نبدا الفيديو نقولكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم، وان شاء الله يا ربي تصوموه بالصحة والهنا. اليوم ان شاء الله راح نديرو تحلية بذوق الفراولة، تجي ما شاء الله سواء في الذوق ولا في الشكل، وبمقادير جد بسيطة. اتمنى تجربوها وتعجبكم. نبدأ مباشرة في المقادير وطريقة التحضير. اولا هنا راح ندير جينواز بحبة بيض. هنا عندي حبة بيض ونص كاس سكر، نخلطوها هنايا بالفوي. هنايا زدت معاهم رشة تاع ملح، وهنايا مغرفة صغيرة تاع لافاني، نخلطهم هكا مليح حتى يذوب لنا هذاك السكر. وهنايا نضيف نص كاس تاع زيت، نزيدو نخلطو هكا مليح. وهنايا نزيد نضيف نص كاس حليب. نخلطو جميع المقادير هكذا. هاد الجينواز ما فيهاش بزاف يعني مقادير. هنايا كاس فارينة، وهنا كيس خميرة تاع الحلوى. نخلطوها هكا مليح بالفوي. تجي بزاف خفيفة هاد الجينواز، تجي مشربة تاني. وهاوليك القوام تاعها. هنا نروح نجيب مول اللي ندير فيه، نحطها هنايا في المول، وندخلها للفرن. شعلوا على 180 درجة، راهي ما تشدش الوقت كي طيب. وهنايا نروح نخدم كريمة شونتيي. هنا عندي كاس الا ربع كريمة شونتيي. نزيد عليها كاس الا ربع تاني ماء يكون بارد مقلاصي، ونخدمها هنايا. هاي لك الجينواز تاعي بعد ما خدمتها. راح نحط في هادوما لي فيغي. بون هنايا عندي معجون تاع الفراز، زدتلو شويه تاع الماء، خففته شويه. وهنايا راح نحط في هادوما لي فيغي. نديرو شويه تاع هاد المعجون، نحطو في كامل لي فيغين. ومن بعد هنايا نحكم هذيك الجينواز تاعي، نفتفتها هكذا. ونحط لهم كامل شويه شويه. وهنايا نزيد ندير لها نشربها شويه بمغرفه تاع حليب، نحطو هكايا في كامل لي فيغين. نشربهم كامل هكذا. وهنايا من الفوق نزيد نحط كريم شانتيي، نسويها هكا مليح غير بالمغرفه برك.
نكمل كامل نحطهم، نحط كريمة شونتي كامل في لي فيغين، ومن بعد هنايا نزيد نحط هذيك الصوص تاع معجون الفراولة. كي نقول لكم تجي واحد البنة بزاف هايله، ولا غنتمنى تجربوها، سورتو رانا في موسم الفراز. وهنايا نزين كل واحد كيفاش يحب يزين التحلية تاعو، هنا التزيين اختياري. هنا نكمل نزينهم كامل ونحطها تبرد. وهاي ليك التحلية تاعنا، حطيتها تبرد. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، تجي واحد البنة ما شاء الله. الذوق تاعها بزاف هايل. المهم حبيباتي، ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. سلام.